الجزائر لماذا تدخل في منافسة شرسة مع المغرب على مشروع أنبوب الغاز بنيجيريا؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من الوقوف على مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة. وقد ذكر الخطاب الملكي بكون الصحراء المغربية قد شكلت عبر التاريخ صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي. هو مشروع اللي ماشي فقط لنقل الغاز، هو مشروع لتحقيق الاندماج والتنمية في منطقة، تحقيق التنمية لأن الغاز في هذه الحالة هذه هو الطاقة، والطاقة هي التنمية. إلا شفنا بأن هذه المنطقة فيها حوالي ثلث ديال الاحتياط الإفريقي من الغاز، ولكن في نفس الوقت ثلثين ديال السكان ديال منطقة غرب إفريقيا ما عندهمش. لقد شكلت الصحراء المغربية عبر التاريخ صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي، وإننا نسعى من خلال العمل التنموي الذي نقوم به إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل، وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول قارتنا الإفريقية التي نحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة. وفي هذا الإطار بادرنا مع أخينا فخامة السيد محمد بوخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. ويسعدنا اليوم أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير طبقا للإطار التعاقدي الذي تم توقيعه في دجنبر 2016، وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بالرباط مع مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع. ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإرادتها السياسية لإنجاحه، واعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة للشراكة مع دول الغرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين، وإننا نريده مشروعا استراتيجي لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، وذلك لما يوفره من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة للدول 15 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب. إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة. وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا. كما نشيد بدعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه، ونود أن نؤكد هنا حرص المغرب على مواصلة العمل بشكل وثيق مع أشقائه في نيجيريا ومع جميع الشركاء بكل شفافية ومسؤولية من أجل تنزيله في أقرب الآجال. كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير. من خلال الخطاب الملكي السامي نستشف أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري تم إطلاقه بناء على قناعات واضحة وليست ظرفية أو براغماتية أو آنية. فالمغرب ينطلق من البعد الإفريقي إلى المساهمة في تحقيق الاندماج للاقتصاديات الإفريقية والتنمية المشتركة. فالاتفاقية الموقعة تنص على التزام المجموعة وجميع الدول التي يمر منها الأنبوب على المساهمة في تفعيل المشروع، والذي سيوفر بمجرد اكتماله الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد لتصدير الغاز لأوروبا.
ووصل المشروع في مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية، في حين أن الأطراف تبحث عن تمويل يقدر من 25 إلى 30 مليار دولار. وفي الوقت الذي شرع فيه المغرب في إطلاق هذا المشروع، دخلت الجزائر على خط المشروع وقالت أن الدراسات المتعلقة بمشروع أنابيب الغاز الجزائر نيجيريا قد انتهت وتنتظر تنفيذه، معلنة كون هذا المشروع أكبر من أنبوب غاز كونه مرتبط بالطريق العابر للصحراء. وكانت الجزائر قد وقعت اتفاقيات مع السلطات النيجيرية قبل 14 سنة بموجبها ينشئ خط أنابيب عابر للصحراء لربط البلد الإفريقي بأوروبا. هذا المشروع الذي ظل حبيس أدراج حكومات البلدين تم إحياؤه تزامنا مع تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر في شكل تنافس شرس بين مشروعي الأنبوبين. وقد روجت وسائل إعلام جزائرية طوال الأيام الماضية أنباء عن تمسك أبوجا بقرارها بناء الأنبوب العابر للصحراء مقابل توجيه اهتمامها بعيدا عن المشروع المغربي. وقد أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزير الطاقة النيجيري تيم بريسيلفا خابر الانطلاق في مرحلة بناء الخط الجزائري. في المقابل لم يتحدث المسؤول النيجيري عن أي تغيير في رزنامة تنفيذ الأنبوب المغربي، بل أكد عزم بلاده على إنجاز المشروعين بحيث يكون الخط العابر للصحراء موجها للتصدير إلى الدول الإفريقية، أما الإفريقي الأطلسي فموجه للتصدير نحو أوروبا. وفي وقت لاحق أعلن المدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية يوسف عثمان أن حكومة بلاده استكملت خطط تجسيد مشروع الأنبوب المغربي الذي سيمر عبر مسار خط أنابيب الغاز لغرب إفريقيا القائم، وستستفيد منه عدة دول في القارة. ومن جانب آخر، أعلن البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن عن اتفاقية تمويل تهم دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. واعتبر البنك الإسلامي للتنمية أن مشروع أنابيب الغاز المغرب نيجيريا له دور استراتيجي في تعزيز الأمن الطاقي في المنطقة، كونه سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي سيمر منها. ويضم المشروع المغربي النيجيري دولا تتوفر لديها حقول غاز، إذ سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية. وخلاصة القول إن السياسة الجزائرية أصبحت في السنوات الأخيرة عبارة عن ردود فعل فقط تجاه المبادرات المغربية على صعيد القارة الإفريقية، حيث أصبحت الخارجية الجزائرية مرتبطة على الدوام بنظيرتها المغربية.